الصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين. العروس الآن أستاذ سفيان حاجي عثمان شيكو من قبيلة إلاني ولي مهاتما حاجي علي بوتا وسيد حاجي علي ولي وحاجي علي شاك من إلاني من قبيلة سيكو وسيكو من قبيلة أرسي وأرسي من برنتو وبرنتو من أرم وأرم من كوش وكوش من آدم من نوح ونوح من آدم وآدم من بيه خلقه الله تعالى جل جلاله من ثلاث تربة من بيد خلقه الله تعالى من ثلاث تربة من بيد وأحمر وأسود. ونشكر على هذه النعمة. ومن جهة الأم أمه شكو أنا أردر من فكيد عبد الله ومن قبيلة أغافرة وتجتمع قبيلة أمه وقبيلة أبيه على أرسي لأن أرسي له ولدان مندو وسكو وأن من يقول أن أرثي ثلاثة لهل بالمكان لا بالنسب وبالمكان بالي وديدا وقدر ولكن كلاهما ثلاثة المكان والأولادان اثنان. هذا من جملة فضل الله. العروس هو أستاذ سفيان حاجي عثمان شيكو مع زملائه كلهم. نشكر. فزيارة البلدان مما شرعت الشريعة وحب البلدان مما شرعت الشريعة بجدارتهم وشريان كراغوت. قال نبيكم عليه الصلاة والسلام حين أخرج من مكة لولا أن قومك أخرجتني ما خرجت منك. وفي مكة النباس ما تسر أبوجا جاء لمكة فلما رأى المدينة اللهم هذه بلدة تحبنا ونحبها وجعل هذه البلدة أحب البلاد إلي. فكان حياته في مدينة وموته في مدينة. ولذلك قال النبي من حب الأوطان وأهل الأوطان كما زارنا أجزاء بلادنا كلهم. أن النبي قال من حج حجا ولم يزر مسجدي فأدخل خلق الله ومن زار مسجدي ولم يزر قبري وأبا بكر وعمر فأدخل خلق الله ومن زارني ولم يزر عثمان فأدخل خلق الله ومن زار عثمان ولم يزر مسجد القبلتين فأدخل خلق الله ومن زار القبلتين ولم يزر جبل أحد فيه 70 شهداء وسيدهم حمزة بن عبد المطلب فأدخل خلق الله. هذا زيارة الأوطان. وما ورد في زيارة خاص أن النبي وقت حياته يزور أم هاني كما أن لأستاذنا سفيان سيرة عظيمة لأم هاني في الشريعة سيرة عظيمة. كان النبي مع كونه أفضل خلق الله يزورها ب3 أيام. فلما كان توفي رسول زاره أبو بكر وعمر. وهذا من زيارة الخصائص. فاعلموا من لم تعلموا هذا الأستاذ الكبير نسبه وحسبه. اللهم هل بلغت اللهم شهد لي عليه يا رب. اللهم اجعل تجمعنا تجمع خير وتفرقنا بعد هذا التجمع تفرقا معصوما إن شاء الله تعالى. يدين بلة ولدنا كسمع وللنفتن اللي رب سنا أنفسه كقام نهر أركجرو كأرساب أركجرو كآدان أركجرتو إسانو كبيتنين وفتن والفن سندوك هاقلو والفن في ذات سناترو أبين في ذات سناترو. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.